اهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد يا اسطى. انا بالفيديو ده وبالنسخه دي عامه انا جايلك النهارده وبقول لك اي نسخه واتساب عندك امسحها. تمام؟ لا حرفيا اي نسخه عندك امسحها يا اسطى. النسخه دي والله العظيم ثلاثة اكتساح ونهاية المجال. النسخة دي فيها حاجات مستحيل تتصدق. تمام؟ اولا يا اسطى تعالى بس نشرح كده نبذات عن المميزات بتاعت النسخة بتاعت النهاردة. حرفيا النسخة دي اكتساح ونهاية المجال. اي نسخة واتساب عندك يا اسطى امسحها عشان النسخة دي بخمس ست نسخ في بعض. حرفيا كمية مميزات انت مستحيل تشوفها في اي نسخة واتساب تانية. تمام؟ مبدئيا كده يا ابو الصحاب النسخة متمددة ل 500 سنة ل 5000 سنة قدام، يعني مش هتطلب منك تحديث خالص. تمام؟ تاني حاجة بقى واللي هي بتسحب رومات وبتصفيها. عندك تالت حاجة واللي هي حرق النسخ بطريقة جديدة. تمام؟ عندك هنا حذف كل الاستوريهات للناس مرة واحدة. طبعا بتفيك عدد الرسائل، حركة جديدة. تمام؟ بتفيك المحادثات وبتكتب فيها اللي انت عايزه. يعني انت ممكن تفيك المحادثات ما بينك وما بين انت واحد صاحبك مثلا، حاجة شكل كده. تمام؟ وبتعمل طبعا مقالب في صحابك والدنيا دي. عندك النسخة فيها مميزات جامدة فشخ، يعني النسخة حرفيا بمميزات جميلة جدا. تمام؟ عندك طبعا بتعرفك مين عمل لك بلوك. عندك إعادة توجيه لتلاتين ألف شخص، يعني إعادة توجيه ل30 ألف شخص. أنت متخيل؟ حاجة روعة بمعنى الكلمة. تمام؟ ومن يمت بتعرفك مين عمل لك بلوك دي بيظهر لك إشعار يا اسطى لو حد عمل لك بلوك. تمام؟ عندك النسخة بتعمل قد إيه بي سي بقى يا اسطى؟ عندك هنا بتعمل بي سي وإعادة توجيه لأكتر من 28 ألف شخص. حرفيا حاجة بوم بمعنى الكلمة. تمام؟ عندك النسخة بترفع ستوري ساعة. تمام؟ فيها 4 تذكر للناس بتاعت الشير. عندك بتفيك عدد الرسائل اللي عندك، يعني عدد الرسائل نفسه بيظهر بالخمس 6000 وهو أساسا واحد بس اللي بعت لك رسالة. أنت فاهم؟ أنت متخيل أصلا؟ حاجة جمدان يا اسطى بمعنى الكلمة. تمام؟ عندك النسخة بتعمل أرقام فيك من كل الدول. تمام؟ النسخة بتحذر وبتفك أرقام عادي. النسخة بتغير صوت ريكورد لصوت بنت. تمام؟ عندك هنا ارسال ملف الصوت لريكورد. عندك يمكنك فتح 100 رقم من النسخة عادي، يعني انت ممكن تشغل 100 حساب في النسخة عادي خالص من غير اي مشكلة. تمام؟ عندك هنا يا اسطى مميزات البلس كاملة وزيادة بكتير قوي. تمام؟ عندك هنا بالصحاب بتزود مشاهدات الستوري عشان تبان مشهور. يعني مشاهدات الستوري يا اسطى لو واحد بس شاف الستوري عندك، تمام، بيظهر 5 6000 برضه شافوا الستوري عندك. حاجة حرفيا بوم. تمام؟ عندك هنا يا اسطى كلام رايق بدل الكلام اللي متعودين عليه. هنا يا اسطى وداعا اي فيروس نزل نهاية مجالك. اقسم بالله تشفير كل الفيروسات القديمة والجديدة. يعني مستحيل النسخة دي تهنج من اي فيروس عامة اتخلق من اول المجال ما بدأ. تمام؟ عندك النسخة فيها زرار لتشفير كل انواع الفيروسات وزراير اضافات جديدة لاول مرة تشوفها. حرفيا حاجة روعة بمعنى الكلمة. تمام؟ عندك النسخة يا اسطى بتعمل قطع نت ب7 انواع لتهنيج جميع نسخ الواتساب. حرفيا روعة. تمام؟ عندك النسخة يا اسطى متكبر فيها زراير سحب الرومات عشان تبقى اسرع. يعني النسخة كمان بتسحب رومات. يعني بص يا اسطى النسخة دي اكتساح المجال حرفيا. تمام؟ عندك قفلت المجال يا شيء. بص بقى كل سنه وانت طيب كده، لان النسخه دي حرفيا قفلت المجال. تمام؟ تمام قوي يا اسطى. قبل ما نعمل اي حاجه كده تعمل لايك على الفيديو. انا عارف ان الفيديو بتاع النهارده هيطول بس ده غصب. النسخه فيها مميزات كتير جدا لازم تعرفها طبعا علشان تستعملها كاستعمال عادي. وطبعا زي ما قلت لك تمسح اي نسخه واتساب تانية عشان النسخه دي حرفيا اكتسحت المجال. تمام؟ تمام قوي. بس كده بالصحاب لايك وكومنت جميل جدا منك كده. هننزل بانترو صغير وهنكمل الشرح على طول. كمل الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخوات؟ عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده في فيديو جديد من قناه مندو الحاكم. تمام؟ قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كالعاده تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لو دي اول مشاهده ليك. طبعا يا اسطى بقى زي ما انت شفت في مقدمه الفيديو كده، فحرفيا انا جالك النهارده بنسخه حاجه بوم، حاجه اكتساح المجال. فزي ما قلت لك كده في مقدمه الفيديو برضو اي نسخه واتساب امسحها يا اسطى عشان النسخه دي بخمس ست سبع نسخ كده. انت فاهم ازاي؟ كالمميزات اللي فيها مفيش نسخه بالمميزات دي حرفيا. تمام؟ النسخه دي حرفيا اكتسحت المجال. طبعا يا اسطى النسخه دي بتاعت مين؟ مبدئيا كده المهم يعني النسخه دي بتاعت مين؟ النسخه دي بتاعت واحد اسمه انوبيس. تمام؟ حرفيا الواد ده يستاهل اللي هو يبقى مطور. تمام؟ تمام قوي. فالمهم يا ابو الصحاب النسخه دي بمميزات جميله جدا. فاحنا هنبدا دلوقتي نعرف المميزات دي. بس طبعا النسخه باسورد
والباسورد مكون من 4 ارقام، هقوله رقمين في رقمين بصوتي في الفيديو. تمام. طبعا الفيديو بتاع النهارده فانا معاك ان الفيديو هيطول. تمام. بس دي طبعا حاجه تثبت ان المميزات كتير في النسخه، يعني حرفيا النسخه دي بجد كميه المميزات اللي فيها انت مش هتتخيلها اصلا. تمام. هتعرف كل حاجه في الفيديو ده، عشان مش هخلي لك حاجه حرفيا غير لما اشرحها برضو في الفيديو ده. تمام. تمام قوي. فاكيد طبعا مش هيفرق معاك اساسا فيديو، لان النسخه دي يعني انت هتستعملها ومش هتفكر في اي نسخه واتساب تانية. تمام. حرفيا انا عارف انا بقول لك ايه، فلايك كده وكومنت جميل منك قبل ما نبدا في اي حاجه خالص. بس كده يا اسطى قدرتني. تعالى بقى نكمل الشرح ونشوف الدنيا هتعمل ايه معانا. تمام. تمام قوي. مبدئيا يا اسطى نسخه بالشكل الجمداني اللي احنا شايفينه ده حاجه روعه بمعنى الكلمه، كاشكال وافراح والدنيا دي. طبعا هتلاقي بقى علامه كده هنا يا اسطى، عندك هنا بقى هتلاقي ايه، هتلاقي هنا يا اسطى سقوط المطر، سقوط الفوانيس بنفس الشكل الجمدان ده. عندك هنا سقوط الورد. تمام. هنا سقوط النجوم، عندك هنا يا اسطى سقوط ورق الشجره، هنا سقوط مطر. تمام. ايه طبعا يا اسطى عندك هنا كسر الشاشه لو انت عايز تعمل بقى مقالب في اصحابك والدنيا دي. عندك هنا شبكه كهربائيه يا اسطى. هنا طبعا ايه 5 ساعات يا اسطى عاديه والدنيا دي. طبعا هنشوف الساعات بقى لوحدها كده، عشان بصراحه الساعات دي حاجه جمدان كده. تمام. تمام قوي. فاحنا بقى نلغي الكلام ده كله عشان نبدا نشوف كل حاجه لوحدها كده، بمعنى اصح نعرف كل حاجه في النسخه دي. تمام. تمام قوي. عندك هنا ابو الصحاب شبكه كهربائيه، هنا طبعا 5 ساعات. عندك الساعات اللي هي ظهرت فوق دي يا ابو الصحاب كده زي ما انت شايف كده. تمام. وعندك ده التحريم تحت برضه اهوت حاجه بوم كده زي ما احنا شايفين. تمام. وطبعا يا ابو الصحاب عندك هنا 5 ساعات كهربائيه تانية. نلغي الساعه دي ونبدا نشوف الساعه دي جمدان برضه، يعني ساعه كده باشارات يعني جمدانه. بص حاجه بوم بمعنى الكلمه يعني. تمام. تمام قوي. طبعا كده هنشوف بقى بقيه المميزات معانا. عندك هنا يا اسطى بار المعلومات. طبعا عندك هنا يا ابو الصحاب اللي هو بار الاغاني، لو انت عايز تشغل اغاني في نفس الواتساب وانت في نفس الواتساب يعني بتشغل اغاني من غير اي مشكله خالص. تمام. عن طريق ايه، عن طريق يا اسطى البار الاغاني اللي هو فتح معانا ده من غير اي مشكله خالص. يعني هتضغط هنا هتبدا تشغل موسيقى من غير اي مشكله. تمام. بس انا طبعا مش هينفع اشغل عشان اليوتيوب والدنيا دي، وكلنا عارفين طبعا قواعد اليوتيوب. تمام. عندك هنا بقى الساعة والتاريخ وكل حاجة يا اسطى ظهرت اهوت. يعني مش لازم طبعا تستخدم الساعة والتاريخ بتوع التليفون، انت في نفس الواتساب وكل حاجة فاتحة معاك من غير اي مشكلة زي ما احنا شايفين كده. تمام. تمام قوي. طبعا يا اسطى دي مش حاجات، لا ده والله العظيم 3 انا هصدمك في الفيديو ده حرفيا. تمام. إيه طبعا هنفصل الكلام ده كله يا اسطى ونشوف برضو كل حاجة واحدة واحدة كده ايه مع بعض. تمام. عندك هنا ابو الصحاب اللي هو نبض القلب يا اسطى. تمام. اشتغل فوق اهوت من غير مشكله جمدان حرفيا. تمام. تمام قوي. وعندك هنا ابو الصحاب اللي هو الترحيب فوق برضو اشتغل اهوت برضو من غير اي مشكله، حاجه شكل بوم كده حاجه شكلها جاحد. تمام. هنفصل طبعا الكلام ده كله. عندك هنا يا اسطى وسائل السوشيال دي. طبعا ايه لو انت عايز تفتح نت وانت في نفس الواتساب والدنيا دي. هنا طبعا بار البروفايل فوق يا اسطى. عندك هنا اللي هو اشتغل فوق ده ايه الصورة بتاعتك طبعا بتظهر كده زي ما انت شايف، والمعلومات اللي انت حاططها في الواتساب نفسها برضو بتفضل ظاهرة كده زي ما انت شايف. حاجة جمدان كده بمعنى الكلمة زي ما احنا شايفين كده بالصحاب. تمام. طبعا هنخش برضو كده وهنبدأ اللي احنا نلغي الكلام ده. وعندك هنا بقى بار البروفايل تحت نفسه بتبدأ برضو تظهر شكل تاني اهوت، وصورة البروفايل ظهرت اهيت من غير أي مشكلة. حاجة جمدان يا اسطى زي ما احنا شايفين كده. تمام. تمام قوي. عندك هنا يا اسطى بقى ايه هنلغي بار الاغاني ده. عندك هنا بار الاباوت نفسه، هوريك برضو بار الاباوت اللي هو ظهر تحت ده، وفي حاجات برضو بتظهر في الاباوت بتاع النسخه نفسها. تمام. هنا طبعا تذكر يا اسطى. عندك هنا منير في الشات، وعندك هنا ساعه في الشات، وعندك هنا دوائر على البروفايل، صوره البروفايل نفسها. تمام. تمام قوي. طبعا الحاجات اللي في الشات دي هنشوفها دلوقتي مع بعض. هنخش يا اسطى على الشات كده زي ما انت شايف كده بالصحاب، ونبدا نشوف كل حاجه بقى، ونبدا نشوف الجمدان على بص على اصله. تمام. عندك ده التذكر يا اسطى اللي احنا فعلناه طبعا شغال اهوت 100%. هتبدا كده تضغط يا اسطى على التذكر سريع جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. تمام. عندك بقى هنا اللي هو بتاع العلامه الحمراء دي. تمام. بتبدا تخش عليها كده من غير اي مشكله برضو. عندك دي ايه يا اسطى، دي طبعا بتخش على الاعدادات وانت في نفس الواتساب. يعني انت لو عايز تغير سمات النسخه نفسها بتبدا تغيرها وانت برضو في نفس الشات. تمام. هنا طبعا الاعدادات الالوان كامله الاصدار بتاع النسخه. عندك هنا النسخ الخطوات والاستعاده لو انت عايز تركب ملف سرعه والدنيا دي. برضو بتخش على كل اعدادات النسخه وانت في نفس الواتساب وانت في نفس الشات قصدي. حرفيا حاجه روعه بمعنى الكلمه يا اسطى، حاجه مفيش بعد كده والله العظيم. تمام. نكمل برضو مع بعض كده يا اسطى. طبعا ده الستايت والكلام ده كله بتبدا تخش على الاعدادات كلها وانت في نفس الشات يا اسطى زي ما انت شايف كده. يعني دي حرفيا ميزه جميله جدا جدا في
النسخه. تمام. عندك هنا المليير في الشات يا اسطى اللي احنا فعلناه اللي هو ظاهر بالشكل الازرق اللي احنا شايفينه ده. تمام. عندك دي برضو ساعه في الشات اهوت، يعني انت مثلا لو بتحفل على واحد الكلام من ده، وطبعا عايز تعرف هو هنج قد ايه مثلا الكلام ده كله، بتبدا تعرف عن طريق الساعه اللي هي ظاهره قدامنا دي. تمام. ساعه شغاله في 100% زي ما احنا شايفين كده. عندك يا اسطى برضو النسخه بترمي فيروسات، يعني النسخه برضو بترمي فيروسات. عندك يا اسطى النسخه بترمي فيروسات ايفون، بترمي فيروسات اندرويد، وبترمي جميع الفيروسات لتهنيج نص نسخ المجال حرفيا. وانا عارف انا بقول لك ايه. تمام. حرفيا الفيروسات دي جحده. تمام. تمام قوي. بس انا طبعا مش هعرف ارمي دلوقتي عشان لسه طبعا ما شفناش زرار التهنيج ولا اي حاجه من دي، ولسه ما فعلناش اي حاجه منها حرفيا. تمام. فهنفعل الزراير وهنبدا نرمي مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا هنفصل الشكل ده. وعندك هنا يا ابو الصحاب برضو هتبدا يا اسطى تخش. شايف انت بس ركز معايا في الحته دي قوي وكويس جدا. شايف انت يا اسطى على العلامه اللي في الرساله عامه اللي جنب الساعه دي، في علامه كده يا اسطى تلفت النظر. تمام. جنب الساعه مباشره زي ما انت شايف كده. فاحنا هنضغط على العلامه دي زي ما انت شايف كده يا اسطى، هتفتح لنا الواجهه دي. عندك هنا الشات الفيك لو انت عايز تفيك الشاتات نفسها وانت برضه في نفس الشات بتعمل كده. عندك هنا نسخ لو انت عايز تنسخها. عندك هنا نسخ جزء من النص نفسه لو انت عايز تنسخ جزء بسيط. عندك هنا ترجمه لو انت عايز تترجم النص مثلا لو هو بالانجليش. عندك هنا تغيير لغه الترجمه نفسها. عندك هنا رد فعل النقر المزدوج. هنا فك التشفير يا اسطى لو فيروس مثلا تقيل او اي حاجه من دي وعايز تفك تشفيره، بتبدا تفك تشفيره من غير اي مشكله خالص برضه وانت في نفس الشات يا اسطى عن طريق بص النسخه دي حرفيا حاجه جمدان. تمام. والله العظيم يا اسطى لو ما عملت لايك دلوقتي وكتبت كومنت حلو جميل منك على الحاجات الجامده دي بصراحه هتبقى ظالمني جامد اقسم بالله زي ما انا بقول لك كده. تمام. عندك هنا يا اسطى الاستخراج العناوين. عندك هنا مشاركه لو انت عايز تشاركها مع اي حد تاني. هنا طبعا تمييز الرساله بنجمه زي ما انت شايف كده. هنا طبعا عرض الرسائل المميزه بنجمه. هنا اشعار عند قراءه الرساله. تمام. حرفيا حاجه روعه يا اسطى. تمام. هنا طبعا هندوس مثلا على نسخ جزء من الرساله لو انت عايز جزء اللي يتنسخ مثلا من الرساله. تمام. طبعا احنا اخترنا الجزء ده مثلا كده يتنسخ. طبعا بتضغط نسخ من غير اي مشكله بيبدا يتنسخ معاك من غير اي مشكله برضو. تمام. طبعا ده الشات الفيك اهوت يا اسطى. هنضغط كده لو انت عايز تفيك الشات نفسه تبدا تمسح كده مثلا وهنعملها مثلا ماندو مثلا. تمام. ماندو مثلا زي ما انت شايف كده يا اسطى. تمام. طبعا هنخلي التاريخ مثلا اي حاجه كده زي ما احنا شايفين وهنضغط حسنا برضو. طبعا عايزها تظهر صحين قراءه، عايزها تظهر صح واحده الكلام ده كله. طبعا احنا هنعملها مثلا اظهار صحين الاستلام. تمام. بعد كده هنتكه اوكي زي ما انت شايف كده بالصحاب. تمام. ونضغط كده. طبعا هتتعد لنا النسخه تانية اللي هو بتعمل اعاده تشغيل يعني. تمام. عندك ابو الصحاب اهوت النسخه يعني فيكت الشات اهوت من غير اي مشكله. وكمان التاريخ برضو اتفيك اهوت. وعندك يا اسطى صحان القراءه برضو اشتغلت اهي. بص حرفيا يا اسطى النسخه دي اكتساح المجال. تمام. بالذات المميزات اللي انا لسه بقول لك عليها دي. وهنا طبعا ترجمه يا اسطى لو احنا باعتين مثلا حاجه بالانجليش الكلام ده كله لو انت عايز تترجمها بتترجمها من غير اي مشكله خالص برضو. تمام. تمام قوي. حرفيا يا اسطى حاجه بوم بمعنى الكلمه. تمام. يعني مثلا اخترنا مثلا الرساله دي طبعا ترجمه اهوت بتبدا تترجم معاك من غير اي مشكله بالصحاب. بس طبعا انت لازم تكون مشغل نت والدنيا دي. تمام. تمام قوي. حرفيا يا اسطى حاجه روعه بمعنى الكلمه زي ما احنا شايفين قدامنا كده. فاحنا هنقسم النسخه كده وهنبدا نكمل المميزات بتاعتنا من غير اي مشكله خالص. طبعا انت اتاكدت ان النسخه مش هتطلب منك تحديث خالص. تمام. تمام قوي. طبعا زي ما احنا شايفين كده هنخش بقى على الثلاث نقط ونبدا نشوف المميزات بتاعتنا من غير اي مشكله. عندك هنا تحديث الواتساب الذهبي. عندك هنا اضافات السحر. عندك هنا اعاده التشغيل لو انت عايز تعمل اعاده تشغيل للنسخه. عندك هنا رقم مكسل تسيفه يعني لو انت مكسل تسجل رقم يعني والدنيا دي بتدخله هنا من غير اي مشكله وتبدا تخش على الشات من غير اي مشكله برضو. تمام. هنا طبعا رسائل مجدوله. عندك هنا الواتساب بيرد لوحده اللي هو الرد التلقائي يعني بمعنى اصح. عندك هنا رساله لكل الجروبات. تمام. هنا جروب جديد. عندك هنا رساله جماعيه جديده. هنا طبعا مراقبه الواتساب. عندك هنا الرسائل المهمه. طبعا هنا الاعدادات زي ما انت شايف كده هنخش على الاعدادات مع بعض.
بعد ما نخش على الاعدادات هنخش على المساعده، بعد كده معلومات التطبيق. طبعا ده الاباوت بتاع النسخه بالشكل الجمدان ده، حرفيا حاجه روعه بمعنى الكلمه، ومستحيل يا اسطى النسخه تطلب منك تحديث، اتاكد من الحوار ده. تمام تمام قوي. هنطلع كده مع بعض وبرضه هنبدا نكمل المميزات بتاعت النسخه من غير اي مشكله خالص. تمام. هتدوس برضه على الثلاث نقط كده، بعد كده هتدوس على اضافات الساحر من غير اي مشكله زي ما انت شايف كده. تمام. هنا طبعا افضل تطبيقات المعدله والدنيا دي. اول حاجه ابو الصحابه هتخش عليها اللي هو اضافات جديده. تمام زي ما انت شايف كده. طبعا اول رقمين في الباسورد 88. تمام. كمل بقى الفيديو عشان تشوف بقيه المميزات بتاعت النسخه، وتبدا تشوف برضو الباسورد، تكمله الباسورد يعني. تمام تمام قوي. عندك ابو الصحاب اللي هو هنا قسم الترفيهيه. تمام. ده مبدئيا كده مش هتحتاجه في اي حاجه. تمام تمام قوي. عندك هنا ابو الصحاب اللي هو شروحات متنوعة ابو حذيفة. طبعا دي حاجة بوم بمعنى الكلمة، حاجة حرفيا روعة. تمام. تستاهل اللايك بتاعك دلوقتي. طبعا ده شرح اختصارات، يعني انت فاهم ازاي، يعني انت ده شرح، انت هتعرف تركب الاختصارات بتاعت الكيبورد ازاي. عندك هنا طبعا توضيح عن التريميكس. تمام. لو انت برضو مش عارف الكلام ده طبعا واحد. تمام. ايه طبعا هتعرف ما هو التريميكس عامة، وبيبدأ الاختراق منين، والكلام ده كله عن طريق الاكواد اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام كده. حرفيا يا اسطى حاجة روعة بمعنى الكلمة. دي طبعا اساسيات التريميكس اهوت برضو زي ما احنا شايفين كده. طبعا في ناس حرفيا بتدور على الحاجات دي في طرف الابرة عامة، انت فاهم ازاي، يعني ما بتلاقيش الكلام ده كله اصلا، يعني برضو حتى النسخة فيها الكلام ده. عندك هنا يا اسطى اللي هو تخمين كود الفيسبوك من التريميكس نفسه برضه يا ابو الصحاب. عندك هنا اختراق الواي فاي والتريميكس والكلام ده كله. طبعا حرفيا الحاجات دي جمدان بمعنى الكلمه، بس انا مش عايز اطول فيها عشان برضه الفيديو واليوتيوب والدنيا دي. تمام تمام قوي. يعني يا اسطى شروحات عن كل حاجه عن التريميكس والاختراق والكلام ده كله. تمام تمام قوي. طبعا زي ما انت شايف كده. عندك هنا طبعا اكواد الجولات، بص جمدان بمعنى الكلمه زي ما احنا شايفين كده. عندك هنا بقى مشاكل وحلول الواتساب. طبعا ده هتستفاد منه كتير جدا يا اسطى، وانا عارف انا بقول لك ايه. هنا طبعا كيف يمكنك عمل السمات. لو انت عايز تعمل سمات للواتساب بتبدا تعملها بعد ما تقرا السكريبت ده. هنا طبعا الواتساب ينهار بعد الاوقات، لو مثلا بيهنج كتير، تليفونك بيهنج كتير، الكلام ده كله هتعرف برضو الحل بعد ما تقرا السكريبت اللي انت شايفه ده. عندك هنا طبعا الواتساب حجمه كبير جدا، لو انت عايز تصغر الحجم بتاعه نفسه تبدا برضو تصغره عن طريق لما تقرا يعني السكريبت ده. تمام. لو ادخل مثلا على خيار الاضافات ابو حذيفه الجبر، ثم خيار المزيد والاعدادات والكلام ده كله. المهم مش عايز ادخل في تفاصيل علشان ايه الفيديو برضو ما يطولش زياده عن اللزوم. تمام. زي ما انت شايف كده بالصحاب. عندك هنا مثلا ما فائده حذف ملفات الواتساب. تمام. هتعرف فايده حذف الملفات بتاعه الواتساب بعد ما تقرا برضو السكريبت ده. تمام. عندك هنا مثلا تعمل على تخفيف حجم الواتساب، ايضا تصبح الواتساب سريع وخفيف جدا. تمام. المهم ايه، دي اكواد هتفيدك جدا في اي واتساب انت تستخدمه. تمام تمام. وطبعا عندك هنا يا اسطى رسائل لفك حظر ارقام. طبعا دي جمدان بمعنى الكلمه، لو انت رقمك محظور الكلام ده كله وعايز يا اسطى، لو انت مثلا عايز طريقه لفك حظر الارقام قول لي تحت في الديسكريبشن في الكومنتات، وانا يا اسطى هفيدك في الموضوع ده، وهنزل لك طريقه برضو عن الموضوع ده. تمام. اما بالنسبه للاكواد وانت عارف طريقه والدنيا دي، طبعا الاكواد كامله زي ما انت شايف كده جمدان بمعنى الكلمه. تمام. عندك هنا برضو كود اهوت شغال 100%. طبعا الاكواد دي شغاله 100%، والجيميلات وكل حاجه يا ابو الصحاب زي ما انت شايف كده. تمام. طبعا هتضغط كده وهتبدا تنسخ اللي انت عايزه من غير اي مشكله خالص زي ما انت شايف كده بالصحاب. تمام تمام قوي. دي طبعا رسائل لفك حظر جميع ارقام الواتساب. عندك دي رسائل لحظر الارقام نفسها يا ابو الصحاب زي ما انت شايف كده جمدان بمعنى الكلمه. عندك هنا عندك 7 اكواد لحظر الارقام يا اسطى. لو انت عايز برضو طريقه لحظر الارقام قول لي تحت في الديسكريبشن، وانا هقول لك او هنزل لك طبعا طريقه لحظر الارقام. تمام. اما بالنسبه للاكواد دي برضو في منها شغال وفي منها مش شغال، يعني مش هقول لك الاكواد دي شغاله كلها. تمام تمام قوي. وعندك يا ابو الصحاب هنا بقى ايه اللي هو زراير تشفير الفيروسات للساحر. تمام. حرفيا بوم. بص ركز معايا بقى كده عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام تمام قوي. عندك هنا يا اسطى اللي هو تشفير الكونكتات. تمام. لازم طبعا تكون مفعله، بس لو حد بعت لك جهات اتصال مش هتظهر نهائي، او هتعرف مثلا تسجله او الكلام ده، لان ده بيشفر اي كونتاكت بمعنى الكلمه او جهات اتصال. تمام تمام قوي. عندك
عندك ده تشفير الكونتاكت دايركت ماشي. عندك هنا تشفير الكونكتات للحرق، هنا استلام الكونكت صفر. عندك هنا تشفير فيروس الخريطة، تشفير فيروس العرض، تشفير فيروس اللينكات. عندك ده تشفير فيروس في الشات نفسه. عندك هنا تشفير الكرات المزيد، هنا طبعا تشفير فيروس الضغط، هنا طبعا تشفير فيروس الجامر. بص اللي هو فيروسات يعني ايه، فيروسات اجنبي بمعنى صح يعني. تمام. هنا طبعا تشفير فيروس، هنا تشفير فيروس حرق المساحة نفسها، هنا طبعا تشفير فيروس الكراش. تمام. هنا طبعا تشفير فيروس الداري الطويل اللي هو الفيروس الاجنبي اللي هو كان بيظهر طويل والدنيا دي. تمام. هنا طبعا تشفير فيروس البوت نفسه. حرفيا يا اسطى الزراير دي مستحيل تهنج من اي فيروس وانت مفعلها. تمام. بس طبعا خلينا مبدئيا ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. الزراير دي يا اسطى هتفعلها عند اللزوم بس. تمام. في لزوم ان انت تفعل الزراير دي مثلا ماشي، اللي هو مثلا انت بترمي فيروس على حد او بتستقبل فيروس من حد. تمام. غير كده بتبدأ انك تلغي تفعيل كل الزراير دي زي ما انت شايف كده عشان ما يحصلش اي مشاكل عامة في النسخة معاك يا اسطى. تمام. تمام قوي. طبعا احنا هنطلع كده مع بعض برضو وهنبدأ نشوف بقية المميزات بتاعتنا من غير اي مشكلة خالص. طبعا وقفنا على ايه اللي هو زرار اضافات لانوبيس. تمام. حرفيا جمدان بمعنى الكلمة زي ما فتحت لنا الواجهة اللي احنا شايفينها دي. تمام. عندك هنا يا اسطى مبدئيا اللي هو عكس الرسائل لحظر الارقام. تمام. بتبدا تفعله طبعا وبتبدا تعكس على اي حد لو انت معاك صور ملغمه، او طبعا رسائل لحظر الارقام اكواد باند الكلام ده كله بتبدا تعكس عليه. تمام. لو انت مثلا بتبعت له رساله هي بتتعكس عليه تاني كانه هو اللي باعتها. انت فاهم ازاي؟ عندك ده طبعا زرار الكراش كول، طبعا حرق النسخه بمكالمه. لما انت ترن مثلا على اي واحد النسخه بتاعته طبعا بتتحرق نهائيا. تمام. زي ما انت شايف كده وزي ما احنا طبعا عارفين. بس وانت مفعل الزرار ده ما تبعتلوش اي رساله لانها مش هتوصل. تمام. فالزرار ده نستعمله في ايه؟ في حرق اي نسخه بمكالمه، غير كده لا. تمام. عندك ده طبعا منع استلام الرسائل نهائيا. ده بنستخدمه في ايه؟ لو واحد يا اسطى ضايفك في 5 6 رومات كده وعمال يرمي عليك فيروسات وانت حرفيا مش ملاحق. تمام. النسخه مش هتهنج معاك بس انت ما انتش ملاحق من الرسائل. تمام. فانت بتريح دماغك وبتفعل الزرار ده، فبالتالي هو هيظهر له هو صفحين قراءة، يعني انت ما انتش مهنج خالص ومع ذلك ما بيوصلكش اي رسائل. تمام. فحرفيا حاجة روعة بمعنى الكلمة زي ما احنا شايفين كده. عندك هنا يا اسطى تثبيت اعداد الرسائل نفسه. ايه هو يعني ايه هو تثبيت اعداد الرسائل؟ هقول لك دلوقتي. يعني هو مثلا انت دخلت على شات. تمام. الشات ده طبعا باعت رسالة، انت مجرد ما بتدخل على الشات بتتخفي اللي هو باعت رسالة اصلا. طبعا يا اسطى بعد ما تفعل الزر ده هتبدأ تخش على اي شات هو برضه هيظهر اللي هو باعت لك رسائل. تمام. تمام قوي. يعني انت لو عايز تلقط سكرينات يعني الكلام ده كله الحوار ده هيفيدك جدا جدا. تمام. عندك هنا اصلا اللي هو توثيق الحسابات نفسها. ده طبعا لحظر الارقام. طبعا لازم مهم جدا انك تفعل الزر ده لتوثيق حسابك عشان رقمك ما يتحظرش. تمام. عندك هنا طبعا الرسائل الجماعيه. عندك هنا عدم الغاء تحديد الرسائل. ايه هو عدم الغاء تحديد الرسائل؟ تمام. طبعا ده بتبدا انك تفعل الزرار ده وتحدد طبعا فيروس وتبدا انك ترميه. طبعا بيفضل متحدد زي ما هو، يعني انت بتعمل اعاده تحويل رسائل بس. تمام. انما الفيروس او اي حاجه انت محددها بتفضل متحدده زي ما هي وانت مفعل الزر ده. تمام. تمام قوي. عندك هنا ابو الصحاب بقى واللي هو حذف كل اعضاء الجروب. ايه هو حذف اعضاء الجروب؟ تمام. هعرفك دلوقتي. اللي هو مثلا انت طبعا بتبقى مشرف في اي جروب. تمام. بعد كده بتبدأ تبعت رسالة وانت مفعل الزرار ده. كل يا اسطى اللي في الجروب هيتحذف من غير اي مشكله، يعني هيطلع تلقائي من الجروب. تمام. يعني انت لو عايز تخرب اي جروب بتاع اي واحد بمعنى صح بتبدا تفعل الزرار ده وبتبدا تستأذن طبعا من المشرف الكلام ده كل. المهم اللي انت تترفع اشراف في المجموعه. تمام. بعد كده بتبدا تبعت رساله كل سنه وانت طيب كده في المجموعه يا ابو الصحاب. خلاص كده خلصت. تمام. تمام قوي. يعني حرفيا يا اسطى حاجات جامده زي ما انت شايف كده. يعني والله العظيم 3 مش خساره فيا بجد اللايك اللي انت هتعمله دلوقتي ولا الكومنت ولا خساره فيا اي حاجه. حرفيا بكفايه بس تصوير الفيديو والمونتاج يا اسطى والحاجات دي حرفيا حاجات جامده والله العظيم حاجات جامده للي يعرفها بس. تمام. عندك هنا بقى اللي هو ادمن وهمي، طبعا ادمن فيك. تمام. عندك هنا تنزيل كل المشرفين بضغطه واحده. طبعا ايه هو الزرار ده؟ طبعا الزرار ده يا اسطى اللي هو فيك برضه. تمام. بس انت بتنزل كل المشرفين بضغطه واحده بس لازم تكون مشرف اساسي في الجروب. ده بتستخدمه في ايه؟ لو انت داخل مثلا مسابقه رومات. تمام. وانت لازم تنزل كله بضغطه واحده اللي انت تنزلهم كلهم على طول يعني والدنيا دي. فده طبعا بعد ما بتفعله بيظهر لك
علامه كده يا اسطى في الجروب، بعد ما تخش على اعدادات الجروب علامه كبيره كده تمام، اللي هو الزرار عامه اللي بتبدا تنزل بيه المشرفين، بتضغط عليه خلاص كده يا اسطى كل المشرفين نزلوا من الجروب من غير اي مشكله. تمام تمام قوي. عندك هنا بقى اللي هو اخفاء علامة الصحين. عندك هنا اخفاء الرسائل اصلا، يعني انت هنا اخفاء الرسائل يعني مستحيل رسالة تظهر وانت مفعل الزرار ده. تمام. هنا اخفاء الريبلاي، عندك هنا ارسال الريكورد زائد سالب، اللي هو طبعا الريكورد بيوصله متأخر، يعني بيوصله ازاي ساعة واتنين وتلاتة، وبرضه بيوصلك انت ساعة واتنين وتلاتة، بس انا طبعا مش مرجح لموضوع الريكورد ده عامة يعني. تمام. عندك هنا حوار الرسالة الريكورد زائد سالب برضه وناقص سالب والدنيا دي. هنا طبعا تفكيك مشاهدات الحالات يا اسطى، يعني انت هنا مثلا في تفكيك مشاهدات الحالات بيظهر مثلا، يعني لو واحد مثلا شاف الستوري بتاعك تمام، بيظهر 6000 شافوا الستوري بتاعك، يعني حرفيا القط سكرينات براحتك يا اسطى، واظبط دنيتك براحتك. تمام تمام، او اللي هو تفكيك مشاهدات الستوري. تمام. عندك هنا بقى حذف كل الاستوريهات للناس، يعني اللي انت بضغطه واحده من الزرار ده هتبدا تحذف كل الستوري بتاع الناس، وبرضه الستوري بتاعك يا اسطى بيتحذف. تمام. فده بصراحه برضه الزرار ده انا مش مرجح ليه قوي. تمام تمام قوي. زي ما شايف كده يا اسطى حرفيا حاجات جمدان بمعنى الكلمه. تمام. هنبدا نكمل برضه المميزات بتاعتنا كده مع بعض. عندك هنا يا اسطى واللي هو اضافات اسلاميه. تمام. اضافات اسلاميه طبعا يا اسطى ده مش هتخش عليه خالص، اللي هو بالانجلش ده الصراحه ملوش اي لازمه. تمام. هنخش على اضافات اسلاميه، وطبعا يا اسطى دي اجمل حاجه في النسخه حرفيا بمناسبه رمضان كريم يعني، وكل سنه وانتم طيبين، وعامه رمضان قرب اهوت، وبجد كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلها سنه وشهر عامه يعني حلو علينا جميعا. تمام. عندك هنا يا اسطى مبدئيا اللي هو المصحف الشريف طبعا كامل يا اسطى زي ما انت شايف كده، بس ده طبعا لازم يكون فيه نت. تمام. عندك هنا ادعية من القرآن، ده طبعا بدون نت خالص، دي ادعية من القرآن حاجات جميلة جدا جدا زي ما احنا شايفين كده يا اسطى جمدان. تمام. دي طبعا ادعية هامة جدا وحاجات جمدان بمعنى الكلمة. إيه طبعا أدعية عن إيه؟ مثلا دعاء لتسريع الجواز مثلا، الكلام ده طبعا دعاء للوالدين زي ما انت شايف كده، حاجات جميلة جدا ممكن تفيدك برضو، أكيد طبعا هتفيدك. تمام. وده طبعا دعاء للميت. تمام. وعندك هنا طبعا دعاء للصباح نفسه. تمام. حرفيا حاجات روعة يا اسطى بمعنى الكلمة. عندك هنا القرآن برضو الكريم يا اسطى زي ما انت شايف كده، ده طبعا كامل، القرآن كريم كامل زي ما انت شايف كده، دي طبعا جميع الصور بتاعت القرآن الكريم زي ما انت شايف كده يا اسطى. تمام تمام أوي. عندك هنا بقى اللي هو القرآن الكريم برضو الأجزاء التانية. تمام. اللي هو كذا جزء يعني، والدنيا دي برضو بص حرفيا دي أجمل حاجة يا اسطى في النسخة. تمام. عندك دي يا اسطى السبحة الإلكترونية برضو جمدان بمعنى الكلمة زي ما احنا شايفين كده. هنخش يا اسطى هنا دي طبعا الألعاب للتسلية. تمام. عندك هنا مثلا لعبة التعبان، لعبة الكورة، لعبة من أسرع، لعبة سيرفر كامل للألعاب، يعني عندك ده سيرفر كامل للألعاب. تمام. عندك ده يا اسطى لعبة تانية لعبة الذكاء، يعني عندك هنا لعبة اكس او. تمام. ودي لعبة جميلة جدا الكل حرفيا بيحبها. تمام. دي طبعا العاب يا اسطى لو انت ليك ايه في الجو ده فتبدأ تخش كده وتظبط دنيتك مع حالك. تمام تمام قوي. عندك هنا يا اسطى اللي هو متصفح واحد. تمام. ده طبعا ايه جوجل فيسبوك يوتيوب تويتر انستجرام الكلام ده كله، عايز تخش عليه وتخش عليه وانت في نفس الواتساب برضه بتخش من غير اي مشكله، حرفيا حاجه روعه. تمام. وعندك هنا يا اسطى زخرفة النصوص طبعا كاملة جمدان بمعنى الكلمة، طبعا بتكتب النص بتاعك من غير مشكلة هنا أي حاجة كده وليكن. تمام. وتبدأ تختار النص بتاعك وتزخرفه بقى إيه حاجات براحتك كده. تمام. طبعا إعادة توجيه الكلام ده كله بتبدأ تزخرف يا اسطى زي ما انت شايف كده من غير أي مشكلة خالص. تمام. بس تقريبا في مشكلة في الموضوع عادي خالص من غير أي مشكلة نطلع منه. تمام. هو المهم يعني اللي هو ايه دخلنا على متصفح والكلام ده، المهم ملناش ايه في الحوار ده خالص. تمام. عندك هنا يا اسطى نوتة للحفظ، طبعا لو انت شغال في مكان مثلا معكش كراسة وقلم والدنيا دي، فالمهم بتبدأ تضغط هنا وبتبدأ تحفظ كل حاجة انت عايز تحفظها برضو في النوتة دي من غير اي مشكلة. دي طبعا نوتة لحفظ النصوص برضو. عندك هنا ستوري جاهز يا اسطى، عندك هنا مقرر النصوص، هنا طبعا مزخرفة النصوص نفسها، هنا طبعا اللعب نوتة للحفظ النصوص تاني، هنا مبدل النصوص، عندك هنا سبحة، هنا عامل لينك شات لو انت عايز تعمل لينك شات والدنيا دي. تمام. طبعا الحاجات دي اكيد طبعا هنحتاجها، يعني النسخة مش ناقصها اي حاجة حرفيا زي ما احنا شايفين كده. تمام
تمام قوي. طبعا يا اسطى هنطلع كده من القسم ده زي ما انت شايف، وطبعا خلصنا صراحة القسم ده والحمد لله. يعني طبعا النسخة لسه فيها حاجات جميلة جدا هنشوفها دلوقتي برضو مع بعض. تمام. عندك هنا خلصنا اول قسم معانا زي ما انت شايف كده. عندك هنا بالصحاب اللي هو الحماية والخصوصية، عندك هنا اللي هو اخفاء اخر ظهور، عندك هنا تجاوز مشاهدة الحالات لمرة واحدة، هنا اخفاء انك شفت رسالة اصلا، هنا اخفاء اعداد الرسائل، عندك هنا لمن يستطيع الاتصال بيه والدنيا دي. تمام. عندك هنا اخفاء خيار الخصوصيه، اخفاء خيار التحديث نفسه، اخفاء مشاهده الستوري، اخفاء مشاهده الحالات، الكلام ده كله، منع حذف الرسائل. دي طبعا الحاجات اللي احنا متعودين عليها. تمام. عندك هنا بقى قفل الواتساب بباسورد لو انت عايز تعمله نقش رقم سري، الكلام ده لو انت عايز تقفل الواتساب بباسورد. تمام. تمام. هو حرفيا حاجه روعه بمعنى الكلمه. عندك هنا بقى اللي هو تغيير الرقم السري نفسه، لو انت عايز تغير الرقم السري اللي انت عملته بتبدا تغيره من غير اي مشكله. هنا طبعا تغيير النمط نفسه، لو انت عملت نمط مثلا وعايز تغيره تبدا تغيره برده من الخانه دي من غير اي مشكله. تمام. تمام قوي. ودي طبعا تغيير خلفيه القفل نفسها، حرفيا حاجه روعه بمعنى الكلمه. تمام. هنخش طبعا على السمات زي ما انت شايف كده. دي طبعا يا اسطى تحميل سيمات. عندك هنا 4032 سيم، ممكن تنزل اي سيم وتستعمله من غير اي مشكله خالص، جمدان حرفيا. بس النسخه عامه بصراحه مش محتاجه اي سيم. تمام. نسخه جمدان. عندك هنا يا اسطى اللي هو تطبيق سيم من الملف. تمام. عندك هنا حفظ سيم، عندك هنا استعاده سيم، عندك هنا اعاده الضبط لو انت عايز ترجع النسخه زي ما كانت تاني. تمام. حرفيا حاجه روعه يا اسطى زي ما انت شايف كده. طبعا دي الاعدادات العامه. ده طبعا يا اسطى الالوان كامله بتاعت النسخه، لو انت عايز تغير الوان النسخه نفسها بتبدا تغيرها من الخانه اللي انت شايفها قدامك دي. تمام. هنا طبعا الستايل والشكل، لو انت عايز تخلي النسخه بالوضع الايفون بتبدا تنزل الوضع ده وبتبدا تفعله من غير اي مشكله، النسخه بتظهر معاك كنسخه ايفون. تمام. هنا طبعا تغيير نوع الخط، وهندوس كده على تغيير نوع الخط، لو انت عايز برضو تغير نوع الخط بتاع النسخه بتبدا تغيره من غير اي مشكله، اي خط عامه انت شايفه دلوقتي. تمام. هنا طبعا تغيير ايقونه التطبيق، عندك هنا تغيير ايقونه الاشعارات نفسها، لو انت عايز تغيرها برضو بتغيرها من غير اي مشكله زي ما انت شايف كده. تمام. هنا طبعا اخفاء الوسائط من المعرض. طبعا يا اسطى عندك هنا النسخ الاحتياطي والاستعاده، لو انت عايز ايه تركب ملف السرعه والدنيا دي برضو بتركبه من غير اي مشكله زي ما انت شايف كده بالصحاب. تمام. تمام قوي. عندك هنا اصلا الاعدادات برضو، هنا طبعا لغه التطبيق، لو انت عايز تخلي لغه التطبيق انجليش، الاسباني، ايطالي، البريطاني، الهندي. تمام. بص شوف انت عايز تخلي لغة التطبيق ايه وبتبدأ تخليها زي ما انت عايز. تمام. إيه تمام. هو عندك هنا يا اسطى زائد عدد تحويل الرسائل الى 250 شخص، بس ده طبعا بتحوله لاكتر من 30 رقم. تمام. فخلي بالك من النقطة دي. النقطة دي يعني ايه مش صحيحة، زي مش يعني مش 250 شخص، لا يا اسطى ل 3000 ل 30,000 رقم قصدي. تمام. تمام قوي. برضو خلي بالك من النقطة دي. طبعا يا اسطى النقطة دي برضو بأكد عليها في حاجة، يعني انت مثلا لو حولت الرسالة لأكتر مثلا من 500 شخص، في احتمال ان رقمك يتحظر. تمام. اديني بعرفك اهوت عشان تبقى الدنيا واضحة معاك، فالحوار ده ما انصحكش بيه قوي. تمام. تمام قوي. عندك هنا بالصحاب اللي هو مثلا ارسال الصور بوضوح عالي لازم تفعله، هنا طبعا تفعيل متصل دائما، عندك هنا برضو لازم تفعل الزر ده للنهاية عشان ترسل الصور والفيديوهات بوضوح عالي. تمام كده. تمام قوي. طبعا يا اسطى هنطلع كده برضو مع بعض، وصلنا لايه هنا يا اسطى؟ عندك هنا وصلنا للاعدادات العامه. تمام. عندك هنا بقى الشاشه الرئيسيه زي ما انت شايف كده، وعندك هنا الاسطر. طبعا نسخه تقريبا ما فيهاش اسطر، لا يا اسطى فيها اسطر. تمام. نسخه فيها 9 اسطر جمدان بمعنى الكلمه، وهنشوفهم دلوقتي مع بعض. تمام. عندك هنختار اول سطر ده ونشوف الدنيا فيها ايه. عندك هنا يا اسطى اللي هو انماط لتسريع الاتصال السريع، عندك هنا فتح الحاله من صوره الملف، عندك هنا سحب سطر المحادثه، عندك هنا لو عايز تتحكم في الحجم نفسه بتاع الشاشه الرئيسيه. تمام. بتبدا تتحكم فيه من غير اي مشكله خالص زي ما انت شايف كده. تمام. بس الحجم الاساسي بتاع النسخه اللي هو 17، وده حجم مناسب جدا. تمام. عندك ده بقى اللي هو لون الخط في الشاشه الرئيسيه، لون الخط في الاسماء نفسها لو انت عايز تغيره بتبدا تغيره من غير اي مشكله خالص. لون المتصل، هنا لون اخر الظهور برضه لو انت عايز تغيره، عندك هنا لون خلفيه الاشاره المنشن بتاع المنشن نفسه، هنا طبعا لون ايقونه الاشاره اللي هو المنشن برضه. تمام. عايز تتحكم في الالوان دي بتبدا تتحكم فيها من غير اي مشكله خالص. تمام. هنا طبعا البار العلوي لو انت عايز تخلي
تغير الستايل عامة بتاع النسخة اللي هو الستايل قصدي، بتبدأ تغيره من غير أي مشكلة برضو عن طريق الخانة دي. تمام، تبدأ تغيره لأي وضع عامة أنت عايزه. تمام مثلا اخترنا الستايل ده وهنبدأ نشوف مع بعض. عندك ده يا ابو الصحاب اللي هو تفعيل ستايل مثل الانستجرام. تمام، يعني انت لو فعلت الزرار ده، شفت انت الاستوري اللي بيظهر لك؟ تمام، هيظهر لك زي الانستجرام بالظبط. هوريهولك برضو بره دلوقتي. تمام، عندك هنا فصل المحادثات الشخصيه عن الرومات نفسها. لو انت عايز تعمل كده برضو بتعمل من غير اي مشكله، اللي هو فصل الشتات عن الرومات يعني. تمام، هنا طبعا وضع اسمي يا اسطى، لو انت عايز اسمك اللي يظهر بدل كلمه واتساب بتفعل الزرار ده من غير اي مشكله. هنا طبعا اظهار ايقونه المجتمع، الكلام ده كله دي طبعا المميزات اللي احنا متعودين عليها. دي طبعا الحاجات لو انت مثلا عايز تغير الوان النسخه، الكلام ده كله بتبدا تغيرها من غير اي مشكله خالص يا اسطى. تمام، هنا طبعا اللي هو الزر العائم الالوان برضو كامله، هي لو عايز تتحكم فيها او تغير اي لون عامه بتبدا تغيره من غير اي مشكله. هنا طبعا يا اسطى الستايل اللي هو ستايل القصص نفسها، لو انت عايز تغيرها اللي هو القصص اللي هو الحالات يعني. تمام، عايز تغير الستايل نفسه بتبدأ تغير الستايل من غير اي مشكلة. عندك هنا مثلا لون الفواصل في صفحة الحالة نفسها، عايز تغيره بتغيره. هنا طبعا لون خلفية الفواصل لو عايز تغيرها بتغيرها، الكلام ده كله. لون جهات الاتصال مثلا للحالات التي تم شهادها، برضو عايز تغير الالوان كاملة هوت عن الاستوري بتبدأ تغيرها من غير اي مشكلة عن طريق الخانة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام، هتيجي تخش على ستايل تاني. عندك هنا مثلا اللي هو لو انت عايز تبعت الحلقة قصدي لأكتر من ساعة. تمام، بتبدأ انك تفعل الزرار ده من غير اي مشكلة خالص، مهم جدا جدا. الناس في ناس مش عارفة مكان الزرار ده عامة فين، انا وريتهولك اهوت يا اسطى. تمام قوي. بس كده يا ابو صحاب، طبعا هنطلع كده. عندك هنا بقى اللي هو الشاشة المحادثة، عندك هنا يا ابو صحاب البر العلوي. تمام، هنا طبعا اخفاء صورة الشخص. تمام، عندك هنا اخفاء اسم الشخص نفسه. هنا طبعا اخفاء زر الاتصال لو انت عايز تخفيه. طبعا الحاجات بتتخفى وتظهر فوق ايات من غير مش مشكله. عندك هنا طبعا لون خط الحاله نفسه لو انت عايز تغيره او تتحكم فيه براحتك، يعني بتتحكم فيه براحتك. تمام، طبعا هنطلع كده مع بعض. عندك ده طبعا الخيارات اكثر، دي طبعا الالوان كامله بتاعت النسخيات لو انت عايز تغيرها بتبدا انك تغيرها من غير اي مشكله خالص يا ابو الصحاب زي ما انت شايف كده. تمام، ده طبعا تفعله عشان ترسل الملصق يعني بشكل جميل جدا، وطبعا مهم جدا انك تفعله. عندك ده الشكل الجديد للواجهه، زر المرافق نفسه برضه ادينا هنشوفه مع بعض. تمام، عندك هنطلع كده بالصحاب. عندك هنا بقى الاشعارات كامله بتاعت النسخه، اللي هو اي اشعار عامه لاي حاجه في النسخه بتقدر انك تتحكم فيه من الخانه اللي انت شايفها قدامك دي. تمام، حتى في لون الاشعار نفسه برضه بتبدأ تتحكم فيه، اللي هو مثلا لون نص الإشعار. تمام، الألوان بتاعة الإشعارات نفسها عايزة تظهر أو لأ. تمام، وتظهر لإيه والإيه لأ. تمام، برضو بتتحكم فيه من الخانة اللي أنت شايفها قدامك دي. حرفيا حاجة روعة بمعنى الكلمة. تمام، طبعا هنطلع كده مع بعض. دي طبعا الإدارة بتاعت الرسائل نفسها، اللي هو مثلا الواتساب يرد لوحده اللي هو الرد التلقائي. عندك هنا رسالة مجدولة، عندك هنا رسالة لكل الجروبات. تمام، هنا طبعا الرد السريع. عندك هنا من قام بحظرك. تمام، بيظهر لك إشعارات مثلا من اللي حظرك مثلا، مش اللي حظرك بقى، يعني مثلا اللي عمل لك حظر يعني من على الواتساب والدنيا دي. تمام، عندك هنا تمكين تشفير الرسائل نفسها. تمام، عندك هنا بصحاب تغيير كلمة السر برضو لو انت عايز كلمة السر والدنيا دي. عندك هنا لون الخلفية الواحد فك التشفير نفسه، الكلام ده كله اللي هو الالوان يعني ادارة الرسائل والكلام ده. عندك هنا بصحاب اللي هو اعدادات الوسائط نفسها، اللي هو تفعيل مشغل الوسائط. عندك هنا مشاركة الصور بلا حدود، ده طبعا تتأكد من الملحوظة دي أوي. تمام، لازم الكلام ده كله يكون متفعل، يعني انت ممكن مثلا ما تلاقوش عندك متفعل. تمام، فتبدأ انك تفعل الكلام ده كله من غير اي مشكله عشان ترسل مستندات براحتك، ترسل الفيديوهات براحتك، ترسل اي مقطع صوتي براحتك. طبعا زياده حجم الحاله برضو لازم تأكد على الزرار ده كويس جدا. ترسل طبعا الصور براحتك، يعني الكلام ده كله بترسله براحتك ومفيش اي حاجه بتقف قصادك. تمام، وانت مفعل الزرار دي. عندك هنا يا اسطى مؤثرات التنقل، اللي هو التحركات عامة يا اسطى في النسخة. عندك كده هنجرب التحركات دي ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. حرفيا حاجة روعة بمعنى الكلمة. تمام، عندك هنا الكثافة بقى الكلام ده كله، ده طبعا السقوط المطر، سقوط الورد، سقوط مش عارف ايه الكلام ده كله. عندك هنا الغاء وتفعيل. تمام، عايز تفعل بقى براحتك، عايز ما تفعلش براحتك. تمام، هنا طبعا السرعة بتاعت
بتاعه التساقط نفسه، وعندك هنا طبعا الكثافه اللي هو الكميه عامه يعني اللي بتتساقط والدنيا دي. تمام تمام قوي. طبعا لسه زي ما انت شايف كده هنشوف التحركات مع بعض دلوقتي. ده طبعا نسخه الخطوط والاستعاده لو انت عايز تركب ملف السرعه والدنيا دي. ده طبعا تنظيف الواتساب. عندك هنا يا اسطى في حذف مخالفات الواتساب، تتاكد من الموضوع ده كويس جدا قبل ما تضغط عليه ان مفيش اي حاجه مهمه في الواتساب بتاعك، عشان ممكن يحذفها بالخطا او اي حاجه من دي. تمام، تتاكد من النقطه دي كويس جدا. عندك بقى هنا اللي هو التحديثات، هنا حول التطبيق الكلام ده كله، يعني النسخة مش هتطلب منك طبعا تحديث او الحوارات دي، حرفيا حاجة روعة بمعنى الكلمة. تمام تمام قوي. هنبدأ كده يا اسطى نطلع مع بعض ونشوف الدنيا هتعمل ايه عامة في الواتساب بتاعنا، ونشوف الكونفرزيشن بص هنشوف كل حاجة في النسخة ظهرت قدامنا دلوقتي. تمام، حرفيا يا اسطى حاجة فوق الروعة. بص حاجة جمدان. عندك ده الستوري اللي هو انا قلت لك طبعا هتظهر مثل الانستجرام. تمام، ده طبعا نفس الشكل بتاع الانستجرام بالظبط اهوت زي ما انت شايف كده، حرفيا حاجات جمدان بمعنى الكلمه. ده طبعا الكونفرزيشن اللي احنا اخترناه. طبعا التحركات اشتغلت اهيت من غير اي مشكله خالص بالشكل الجمدان ده، الشكل الخرافي ده. تمام، حرفيا حاجات روعه. تمام كده تمام قوي. طبعا هنخش على الشات كده يا اسطى، في برضه تحركات في الشات بس علشان احنا مش باعتين رسائل كتير حاجات من دي، مفيش اي حاجه هتظهر من الكلام ده كله. تمام، حرفيا يا اسطى فوق الجمدان كده بشويه. دي طبعا التحركات اهيت، بص جمدان زي ما احنا شايفين كده. ده طبعا الاستوري اهوت يا اسطى، بص حاجه بوم، حرفيا حاجه روعه. تمام تمام قوي. ده طبعا الستوري، احنا طبعا منزلين الستوري زي ما انت شايف كده. تمام، بس انت طبعا لو مفعل الزرار، احنا ما فعلناش الزرار. تمام، هيظهر لك هنا اللي انت شاف. بص شاف الحاله دي اكتر من 18000 واحد شاف الحاله بتاعتك. تمام كده تمام قوي. يعني حرفيا يا اسطى جمدان جمدان حرفيا زي ما احنا شايفين كده. النسخه دي ما حصلتش قبل كده، فاكيد يا اسطى واسف جدا في الاول كده اللي انا طولت عليك في مقدمه الفيديو وفي الفيديو عامه اصلا. بس يا اسطى ده كله غصب عني، اديك انت شايف عامه كميه المميزات اللي في النسخه. وبجد عايزك تقول لي عاش تحت في الكومنتات والكلام ده كله، عشان النسخه دي بجد تستاهل كل التقدير يا اسطى، وانت عارف كده كويس. تمام تمام قوي. عندك يا اسطى اخر رقمين في الباسورد واللي هم 90. لو انت ما سمعتش اول رقمين في الباسورد فارجع واسمعهم عشان تفتح النسخه عندك وتفتح الضغط بتاع النسخه من غير اي مشكله خالص. تمام، طبعا عرفنا اخر رقمين 90. تمام كده تمام قوي. طبعا يا اسطى النسخه دي طبعا هنا طبعا هسيب لك لينك المملكه بتاعتي تحت في الديسكريبشن. حرفيا حاجه جمدان بمعنى الكلمه. المملكه دي بنزل فيها كل حاجه عن المجال. تمام، زائد برضو قناه التليجرام هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. وعايزك تلف لفه كده في القناه بتاعتي، حرفيا حاجات كتير جدا هتعجبك. منزل طرق لحظر الارقام، طريقه برضو لفك حظر الارقام. ده طبعا الاتنين دول في فيديو واحد وفي برنامج واحد، برضو جمدان بمعنى الكلمه. زائد برضو لو انت مالكش في المجال خالص منزل لك تطبيق حرفيا حاجه روعه بمعنى الكلمه، هيخليك توب في المجال. برضو منزله على قناتي، حاجه بوم بمعنى الكلمه. واستنوا الفيديو الجاي هيبقى حاجه جمدان بمعنى الكلمه برضو. وتابعني يا اسطى على المنتدى عشان حرفيا بحتاج رايك ومهم جدا. بتخش على قناتي يا اسطى بعد كده بتبدا تجيب المنتدى عندي في القناه، بتبدا تعرف بقى انا هنزل لك ايه بكره الكلام من ده. ومهم جدا انك تعرف الكلام ده. تمام تمام قوي. بس كده يا اسطى. طبعا انا قلت الباسورد على فكره ورا، طبعا لازم تسمعه عشان تفك الضغط بتاع النسخه من غير اي مشكله. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.